ما تسمعيش كلام اي حد يقولك اول ما تتجوزي حبوب البشره هتختفي فجاه كده، لان الكلام ده ما بيحصلش. انا بقالي 3 سنين متجوزه ولسه لغايه دلوقتي بعاني من حبوب البشره. هاي يا جماعه، اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست كلام بنات. دايما بنتكلم عن البيزنس والعلاقات وتطوير الشخصيه وحب الذات عشان تكوني النسخه الافضل منك. انا من الاشخاص اللي كنت بعاني من حب الشباب من اول ما ابتديت سن المراهقه وانا عندي 18 سنه، والحب الشباب واول حبوب بتروح وبتيجي. المشكله عندي ان انا عندي البشره بتاعتي دهنيه، كمان عندي المسامات واسعه جدا. بس مؤخرا غيرت من الروتين بتاعي ولاحظت تطور في بشرتي، فحبيت اشارك معاكم الروتين اللي انا عملته وما يكونش ب $10,000 مثلا. فاول حاجه انا يعني اللي حابه اقولها لكم نوعيه بشرتي. انا من الاشخاص اللي عندي زي ما قلت لكم مسامات واسعه، وكمان وشي يعني دهني، فبيحصل دايما ان بيكون عندي بلاك هيدز ووايت هيدز، فهي المسببه للحبوب في بشرتي. يمكن اخر مره رحت للدكتوره بصراحه كان الروتين بتاعها بسيط جدا، العلاج بسيط جدا وعمل فرق رهيب جدا. ما كملتش فالحبوب رجعت تاني. فانا حابه اقول لكم على روتين انا اعتقد ان اي حد يقدر يعمله، هيفرق جدا في بشرتكم يا بنات. اول حاجه هي الدكتوره قالت لي ان مشكلتي اصلا ان انا عندي مسامات، بشرتي دهنيه، فبتعمل بلاك هيدز او وايت هيدز، فبتقفل المسامات فبتعمل التهاب في الخلايا بتاعه البشره او الابيديرمس او الديرمس او وات ايفر اي طبقه، وهي اللي بتعمل لي حبوب مثلا تحت الجلد. انا دلوقتي مثلا بتصير لي تحت الجلد غير حب الشباب اللي هو كان لسه في فتره العشرينات. فقالت لي انت مشكلتك ان انت وشك بينمو مع الحر والسفر كتير، وان انا بغير بقى اماكن كل شويه والجو، وكمان انا بروح الاماكن اللي فيها تروبيكالز اللي هي الاستوائيه او فيها حر، فوشي يعني بينمو عليه بكتيريا مثلا. فقالت لي والله يا جماعه، قالت لي على 3 كريمات عملوا فرق كبير جدا. اول حاجه كتبت لي على نياسيناميد، وكتبت لي على انتي بكتيريال جل، وكتبت لي على ادابلين مش هكتب لكم الماده الفعاله، وكتبت لي على فيتامين اي كريم او جل. انا من الاشخاص اللي بحب الجل قوي، لان بحس الكريم يعني ما بحبش الكريمات قد كده، يعني لو في بديل بروح للجل. اول نصيحه حابه اقول لكم عليها ان دايما لما تروحوا تجيبوا حاجات للبشره عشان توفروا كتير جدا جدا، ما تصرفوش فلوس كتيره جدا. اول حاجه دايما روحي للعلاج الطبي، يعني ما تستخدميش حاجات كوزماتكس اللي هي الغاليه، البراندات الغاليه جدا، لان على سبيل المثال فيتامين اي ممكن تجيبيه من الصيدليه، تروحي الصيدليه وتقولي له عايزه تريتينون او عايزه تريتينون او فيتامين اي لحب الشباب مثلا، هيديكي مثلا انبوبه صغيره كده تقدر تقعد معاكي اسبوع بحاله، شهر بحاله، وهتكون سعرها رخيص جدا. في حين لو انت رحتي جبتيها من براند معين هتكوني صارفه اكتر من مثلا نقول $50، والكريم هيبقى مثلا $5، فهيبقى في فرق كتير جدا. فدي اول نصيحه انا اكتشفتها وكمان علمتها لزوجي. لما تروحي تشتري حاجه لو في بديل طبي روحي للطبي، لانه هيبقى ارخص بكتير من الحاجه اللي هي براند او ماركه مشهوره. على سبيل المثال انا كاتبه كل النقاط. يعني معروف ان التي تري اويل حلو جدا، ده زيت شجره الشاي. مثلا انا كنت بجيبه من بادي شوب، غالي جدا يا جماعه، وفي منه فوم وفي مش عارف ايه. انا جبت حاجه واحده تحفه، اللي هو ده عباره عن زيت النيم، زيت النيم والتي تري اويل. ده حلو قوي يا بنات بجد، تحفه، لان حسيت ان هو انتي بكتيريال، اي بكتيريا هتنمو على الوش هيموتها او مش هتنمو اصلا على الوش. كمان حاجه ناتشورال، ثانيا سعره رخيص جدا. انا المنتجات اللي انا هوريها لكم النهارده هحاول ان انا احط لكم اللينكات في الديسكربشن بوكس عشان انتوا كمان تقدر، انا شاريه كل المنتجات دي اونلاين، فهحط لكم اللينك ان انتوا كمان تقدروا تشتروها. ميزه الزيت ده كمان ان انا اقدر استخدمه على فروه شعري او شعري، بصراحه حلو جدا لانه منتج طبيعي، زيت شجره الشاي وزيت النيم، الاثنين حلوين جدا في حب الشباب وحلو جدا في الشعر. ما حسيتش ان شعري مدهن او تقيل او كده، فحلو قوي ان انا قبل ما انام بعمل روتين اللي انا بستخدمه. وكمان ممكن ادلك بيه فروه الراس، وكمان ريحته حلوه، يعني زيت شجره الشاي حلو جدا وريحته حلوه. فده من الحاجات الحلوه قوي جدا ان انا يعني بيج وين ان انا اشتريتها وحبيت اقول لكم عليها، وفرقت معايا جدا في بشرتي.
تاني منتج عايزه اقول لكم عليه، وهو اعتقد ان انتوا برضو انا جايباه برضو اونلاين، وهو بالمرز كوكو باتر فورمولا، اللي هو من شركه بالمرز سكين سيرابي اويل. ده حلو قوي جدا لانه فيه فيتامين اي كمان، وفيتامين اي ده انتي اوكسيدنت حلو قوي يا بنات عشان الرينكلز والتجاعيد والكلام ده كله، وما كانش غالي. يعني انا مش هقدر اقول لكم سعره كام لان اعتقد بيختلف من بلد لبلد. ده انا اشتريته اعتقد اونلاين، ايوه اونلاين، فانتوا برضو يعني انا مش هعرف اقول لكم لان انا شاريه بعمله بلد ثانيه، فهحط لكم برضو اللينك بتاعه في الديسكربشن بوكس، تقدروا انتوا تعملوا سيرش وتشتروا المنتج ده. حلو جدا وهو ريستوراتيف، بيعمل تجديد للبشره، وفي ريتينول اللي هو فيتامين اي، وفي فيتامين سي كمان، فيتامين سي حلو جدا. فده كله بيساعد، وفي كاكاو باتر وكله يعني حاجات طبيعيه، وانتي ايجينج سكين بنفيتس، كله يعني ترطيب. بصوا ترطيب ومضادات اكسده. فانا بالنسبه لي استخدم اويل احسن ما استخدم كريمات، او استخدم جل احسن ما استخدم كريمات. ويعني انا بحب الزيوت، يعني كل حاجه طبيعيه دايما ارجعوا لها. البراندات انا ما اعرفش، انتوا بتشتروا بقى حاجات غاليه قوي، تمام؟ يعني انا مضطريه ان انا ابيع كليتي عشان اشتري منتجات بايوديرما ويوسيرين وايه كمان البراند المشهور التاني ده مش فاكره. يعني في براندات كتيره في السكين مشهوره دلوقتي راحوا عن بالي. فانا بحب الحاجات دي، فدي برضو بستخدمها، وكمان بستخدمه ممكن امكسك الاتنين مع بعض، حلوين قوي. واحد عشان البكتيريا ومش عارف ايه، ويعالج ويمنع حب الشباب، وده كمان الترطيب وانتي اوكسيدنت والكلام ده. تالت حاجه حابه اقول لكم عليها، الاله دي او الاداه دي تحفه 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 تحفه. لو انتوا بشرتكم عندكم مسامات واسعه، دي حاجه اسينشال في حياتي، لان انا مساماتي واسعه وعندي دهون، الدهون بتاعت السيبيوم بيطلع من وشي فبيقفل المسامات. فدي حلوه جدا ان هي تضغطه وبتطلع كل البلاك هيدز والوايت هيدز. دي اوبشن رخيص جدا، يعني في من هنا، بس انا ما بستخدمش الجزء ده خالص، زي دبوس كده، انا ما بحبش. بصوا هنا انا ما بحبش ده، ما بستخدموش. ودي ميزته ان هو تقدروا تخبوه كده عشان ما يعورش او ما يجرحش او انتي مسافره. انا كان معايا واحده يعني احسن من دي كانت ارفع فكانت بتطلع كويس، دي شويه ما بتطلعش احسن حاجه. فالرفيعه اللي هو اللوب اللي هنا ده، حاولوا ان انتوا تجيبوا الرفيع. وبرده هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. حلو جدا، اي حبايه بحسها تحت الجلد بس اضغط عليها بدي، بضغط عليها هنا بتطلع كل حاجه، وكمان ما بتسيبش اثر. يعني عشان انتوا لما بتعملوا في بشرتكم تفتحوا حبايه او تضغطوا عليها وتطلع، بتعملوا تجمع دم، يعني بيحصل زي هيماتوما او تجمع دم حوالين مكان القرصه او الضغطه. دي ما بتعملش الضغطه او القرصه اللي انتوا بتعملوها بضوافركم او بايديكم، فبتطلع. وكمان شفت دكتوره قالت ان هي مثلا لو عندك حبايه ملتهبه وعملت عين، يعني عملت زي عين كده، افتحيها بدي وحطي انتي بايوتيك جل. فانا بحاولكم كمان الجل انتي بايوتيك جل، استنوا هروح اجيبها. بصوا يا بنات، ده زي دالاسين ده كليندامايسين ده الماده الفعاله بتاعته. فانا لو عندي اي حبايه بحاول افتحها وانضفها كويس جدا بالاله اللي انا وريتها لكم او التول دي، واحط ده فوقيها. ده جل برده زي ما قلت لكم، انا مش بفضل الكريمات، ده جل، ده حلو جدا عشان يمنع اي بكتيريا. كمان لما باجي العب رياضه، اروح اطلع اجري، وشي بيعرق كتير جدا، فقبل ما اطلع او ابدا رياضه بحط على وشي الكريم ده، بحيث ان انا لو في بكتيريا وقت العرق والحر، ودي طبيعي كلنا بنعرق وبيبقى في بكتيريا على وشنا، فده يمنع نمو البكتيريا. ده برده حاجه زي فيتامين الف ايه، ده اللي هو ايزوتريتينيون او تريتينيون، ده حلو جدا. فيتامين اي استخدميه من اول العشرين لغايه ما تكبري، حلو جدا لانه فيتامين اي، فحلو جدا عشان الكولاجين ويرطب بشرتك، وشفت منه نتائج حلوه جدا. يعني انا خلصته. الميزه بقى ان انتوا عندكم في بلدكم، في مصر عندي الحاجات دي سهله قوي بلاقيها باسعار رخيصه جدا. انا جايبه دول من الصيدليه، لو رحت اشتريتيهم من براند او ماركه او حاجه مشهوره هتدفعي فيها فلوس كتير جدا، في الصيدليه رخيصه.
بس هنا بقى في البلد اللي انا فيها الاسعار الادويه اغلى من بلدي عشان فيها، وانا فخوره بكده ان فيها مصانع كتير تصنيع ادويه، مصانع دوائيه، فالاسعار بتاعت الادويه رخيصه. ثانيا مش محتاجه بريسكريبشن ومحتاجه ان انا اروح الدكتور عشان يعمل. تخيلوا انا عشان اصرف انتي بايوتيك من هنا لازم اروح لدكتور اقول له مشكلتي عشان يكتب لي الدواء بتاعي ويكتبه لي بعدد ايام والدوز، عشان لما اروح اجيبه من الصيدليه بنفس الكميه. يعني ما اقدرش اطلب 5 انتي بايوتيك، لا انت هتاخدي كورس مثلا فمحتاجه علبتين، يدوني علبتين، ممنوع ان انا اخد حتى الدلاسين، يعني ممنوع، كل حاجه لازم بصيدليه. طب انا عارفه انا محتاجه ايه، يعني حتى مش مساعده. فيعني دي من الحاجات اللي بعاني فيها هنا شويه. ده انا طلبته اونلاين. الدلاسين لازم يكون من صيدليه، فاي حاجه هنا فيها انتي بايوتيك، اي حاجه فيها كده لازم. لكن فيتامين ايه انا جبته برده من اونلاين وهسيب لكم اللينك في الديسكربشن. انا بقى من الاشخاص اللي بكره الجل اللي هو الفيشال جل او اللي هو غسول الوجه الليكويد. من اشهر الحاجات اللي هي اي ثينك اللي هو بايوديرما، ما عملش اي افكت معايا، مش فاكره كده اسمه ايه، هحط لكم صورته بس ما حبيتهوش. وانا ما بحبش اي حاجه ميكويد كده على وشي، فانا بحب الصابون. دي صابونه طبيه، دي صابونه طبيعيه، دي صابونه طبيه، دول مختلفين. دي استخدمتها كتير جدا، بستخدمها على بشرتي وبستخدمها على جسمي، لان دي معموله من العسل، الهاني بيز، الهاني واكس او البيز واكس، وفيها كركم وفيها سينابون. فدايما يقولوا لكم ماسكات الكركم وماسكات مش عارف ايه، انا بكسل صراحه اعمل ماسكات، فانصحكم تجيبوا صابونه طبيه كترطيب. يعني لو انتوا في فصل الشتاء او وشكم، حتى لو انت دهنيه عادي ان احنا في فصل الشتاء يكون وشنا شويه جاف، تستخدمي حاجه صابونه تكون فيها يعني مواد طبيعيه. اما بقى لو انا حابه ان انا اغسل او انضف وشي او اعمل ديب كلينزنج، بستخدم الصابونه دي. مش هتفهموا اي حاجه لانه كله مكتوب بالاسباني، بس دي بتقلل الحبوب، بتقلل البلاك هيدز والوايت هيدز، وبتقلل الجراسه اللي هي الدهون اللي هي السيبيوم اللي بيطلع بالوش، وكمان بتقلل حجم المسامات. يعني فيها مواد طبيه كلها بتعمل انكماش كده للبروز، تمام. فده يعني دي اسهل وارخص حاجه تقدروا تقدموها لبشرتكم يعني بامكانيات بسيطه جدا. غريبه يا جماعه، لما صابونه غريبه جدا، يمكن هي مش للبشره بس لما بستخدمها بحس ان هي فعلا بتعمل افكت حلو معايا، وهي صابونه الديتول او اللايف بوي، او اللايف بوي بالذات، او ديتول الزرقاء، او اللايف بوي الزرقاء. ليه؟ معرفش، بس ان انا استخدم فومز على بشرتي انا مش بحب. فجربوها جايز تنفع معاكم، بس هي مش ريكومندد للبشره، بس انا بحب استخدمها لو انا مخلصه لسه تمرين وعرقانه، بحس ان هي فعلا بتنضف وشي، ودايما ما بحسش ان وشي بيتقرب منها او تعمل لي اوريتيشن. فجربوها، ده تجربه لو فعلا عجبتكم. جو اون. يمكن انا شويه حبيت ازود من عندي، فرحت ان انا عملت الايام اللي فاتت مايكروبريشن، اللي هو تنظيف الوجه بالكريستال، هي زي آلية كده تقعد تكحت في بشرتي، تكحت 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 تطلع الجلد الميت. فانتوا تقدروا تعملوها دي لو انتوا عندكم اللي هي الليفه المغربي. انا عندي الليفه المغربي، فبعمل زي دواير كده بالليفه المغربي واعمل اكسفولييتنج للديت سكين. بس طبعا التول بتاعت الدكتوره طبعا قويه جدا ونظيفه وحلوه، وكمان بتشفط وتسحب، فبحاول ان انا اعمل من الفتره الثانيه اعمل، لانها هي مش رخيصه، هي غاليه، فانتوا لو في امكانياتكم اعملوا. تاني اوبشن من الحاجات الغاليه، بس هو ما يعتبرش غالي لان المنتج بيقعد معايا كتير، اللي انا جبته مؤخرا الثلاثه دول لسه ما خلصتهم، يعني لسه جايين لي من يومين، طلبتهم اونلاين برضو، هحط لكم اللينك في الديسكربشن. ده ذا اوردينري، ده فيه هايلورونيك اسيد، بس نسبة الهيالورونيك فيه عالية جدا، حلوة جدا 2%، فده ممتاز جدا لتصغير وتضييق المسامات. وطبعا نياسيناميد مش عارفة ليه، وفي زنك، والاثنين حلوين جدا للبشرة، وبيقلل البلمش اللي هي العلامات اللي في الوش، تمام. وايه كمان، فده حلو. وده للاندر اي، تحت العينين، لو عندك بافينس او عندك هالات سودا، او انا بصراحه مش محتاجاه،
بس انا خدتهم الثلاثه في عرض في باكج، هم 3 كده، ودي اللي هي الكميه الصغيره مش الكميه الكبيره. وانا من الاشخاص اللي بحافظ على حاجتي او بستخدمها بشكل عقلاني، فانا بستخدمها الصبح وبالليل. انا بقالي يومين، فهعمل لكم ريفيو عليهم بعد مثلا شهر شهرين، فاستنوني طبعا في فيديو جديد هعمل لكم ريفيو عنه، وهل فعلا المسامات عندي قلت ولا لا. فطبعا ما تنسوش تشتركوا بقناتي اللي هي هنا في الخلفيه ورا، وتفعلوا جرس الاشعارات. نسيت اقول لكم على السان سكرين. انا من الاشخاص اللي بجري الصبح بدري، فانا بجري في بيبقى في شمس زي ما قلت لكم، كلنا في بلاد تروبيكال شويه او بننشلا، يعني حاجات فيها بحر زي البحر اللي انا قاعده فيه قدامي دلوقتي. فالسان بلوك مهم جدا يا بنات. انا استخدمت سان بلوكس كتيره جدا وكلها بتعمل لي حبوب بالاخر. ده استثمار، لان انا لما بدات اجري لقيت ان في بقع في وشي بدات تظهر اختلاف الوان في وشي، فقلت لا انا ما بحبش احط سان بلوك، انا بكره احساس. فجبت ده، عجبني جدا. هو غالي شويه بس بيقعد كتير، يعني هو غالي كمره واحده بس على المدى الطويل هو رخيص. لو جبتي حاجه رخيصه ومش افكتيف وتضر بشرتك وتعمل لك حبوب وكمان ما بتحميش بشرتك من الالترا فايلوت، فهدي كده رميتي فلوسك على الارض. لكن لما بتحطي فلوسك في حاجه قيمه. في نوع تاني انا بستخدمه زي سبراي كده، هحط لكم صورته على الشاشه، حلو قوي بس برده غالي. بس هو غالي بس كنت فيه، يعني ما اقدرش اقول لك ان هو غالي، هو غالي دفعه واحده بس. لما ده باخد منه نقطه بيفرش كله على وشي وعلى رقبتي وحلو جدا. ف ايزيدين ده برده حلو، انصحكم بيه. فطبعا ما تنسوش تشتركوا بالقناه، فهعمل لكم الايام الجايه ريفيو. فلو الفيديو ده فعلا عجبكم اكتبوا لي بالكومنتات، اعمل لكم ريفيوز اكتر عن منتجات انا بستخدمها. يعني انا دلوقتي انتو سكين كير قوي والبادي كير والكلام ده، ما اعرفش ليه، عشان مسافره قريب UK، فبدات اهتم بنفسي هنا في اللايف ستايل شويه، ان انا ايلاند جيرل، اللي انا فتاه الجزيره، اللي هو يعني انا عايشه على شبه جزيره، بننشلا يعني شبه جزيره، فكل شويه في البحر، فشعري جف كمان، فعملت تريك حلو قوي عشان احمي شعري. وكمان انا لاحظت ان بنات كتير بتعاني ان شعرها ما بيطولش، انا عمري ما كان عندي المشكله دي. فلما قعدت كده احلل مع نفسي انا ليه ما عنديش مشكله ان شعري ما بيطولش. انا شعري الحمد لله بيطول بسرعه جدا، وهتلاحظوا ان انا كل شويه بقصه، وفي ناس دي قصتي شعرك ليه؟ كان حلو وهو طويل. فهعمل لكم لو انتوا حابين اعمل لكم روتين الشعر كمان، ايه اللي انا بعمله عشان اخلي شعري يطول بسرعه مع الهلاك، وان انا بعمل سيرفنج وبنط في الميه وفي دايفنج كل شويه في البحر، فميه البحر بتجفف الشعر فعلا. فايه اللي انا بعمله عشان احافظ على شعري وسلامه صحه الشعر ذات نفسها؟ فاكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا حابين اعمل لكم فيديو عن الموضوع ده. وطبعا ما تنسوش تشتركوا في قناتي اللي هي موجوده في الخلفيه ورا، وتشجعوني بكومنتات حلوه، وتقولوا لي حابين اتكلم عن البيزنس اكتر ولا العلاقات اكتر ولا تطوير الشخصيه اكتر ولا حب الذات والعنايه بالنفس اكتر. طبعا ده كله بيصب في مصلحتك عشان تكوني النسخه الافضل منك. وطبعا اتمنى ان انت كمان تكوني في احسن حال وتعملي البيزنس الخاص بتاعك. فطبعا انصحك تشوفي الفيديو ده عشان تبداي تعملي البيزنس الخاص بتاعك من اول ما، يعني وات ايفر انت سنك ايه دلوقتي. حابه اقول لك ان انت تقدري تعملي البيزنس من اي وقت او من اي عمر في حياتك. فطبعا كملوا معايا في الفيديو ده واشوفكم هناك.